في عالم الدراما الكورية الحب مش مجرد كلمة، ده سحر ممكن يغير كل حاجة، وزي ما ممكن يكون أجمل حلم ممكن برضه يتحول لأسوأ كابوس. أهلا بيكم في أول حلقة من برنامج ريل دراما. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن أفضل 4 مسلسلات رومانسية كورية. رقم 1 في قائمتنا What's Wrong with Secretary Kim. ممكن اقول ان ده واحد من المسلسلات المفضله. الكيمياء الطاغيه بين البطلين مش طبيعيه، وسواء بارك سيو جونج او بارك مين هو الاثنين كانوا في اعلى مستوياتهم، ويمكن ده كان واحد من اهم اسباب نجاح المسلسل عموما. وبالرغم ان قصه المسلسل ممكن تبان بسيطه شويه، الا ان العمق اللي في الشخصيات بيبتدي يبان مع الاحداث بالتدريج. في البدايه بنكون قدام مدير نرجسي مغرور لابعد الحدود، مش شايف حد في الدنيا قدامه، لحد ما بيتصدم بطلب سكرتيرته الخاصه انها تسيب الشغل بعد 9 سنين قضيتها معاه. وفي اثناء محاولاته يقنعها بتغيير قرارها بنغوص في رحلة طويلة بيتحول فيها البطل المغرور لشخص متفاهم ومتعاون جدا. وكعادة مسلسلات كوريا دايما في رابط خفي بين البطلين ليه علاقة بماضيهم، ومن خلال رحلة دمها خفيف مليانة بالمفارقات والرومانسية بنبتدي نفك ألغاز الأزمة اللي بيعاني منها البطل لحد ما بنوصل للحقيقة. أكتر حاجة دمها خفيف في الموضوع بسبب الكيمياء الشديدة بين الاتنين هي الإشاعات اللي كانت بتقول إن هما مرتبطين فعلا في الحقيقة، واللي ممكن تتصدق جدا بسهولة. تاني مسلسل معانا في القائمة وهو نفس الممثلة بارك مين هون، وهو ماري ماي هازبند. وعلى عكس المسلسل اللي فات، المسلسل ده مليان دراما اكتر، ويمكن ده بسبب شخصيه البطله اللي بتظهر في البدايه كشخصيه مظلومه ومقهوره ومريضه وبتعاني في اخر ايامها. التحول بيحصل لما بتكتشف خيانه اقرب اتنين ليها، جوزها وصاحبتها. في لحظه حياتها بتتحول، ومش بس كده، تنتهي كمان. عشان نروح لاول تويست في المسلسل، وهي الفرصه اللي البطله تاخدها لما ترجع سنه لورا قبل وفاتها، فرصه عشان تصحح كل الاخطاء اللي ارتكبتها وعشان تنجو بحياتها. وفي خلال رحلتها لتغيير مسار حياتها بيتقاطع طريقها مع البطل اللي هو مديرها في الشغل. هو كمان حياته بتتغير في لحظه، وبنكتشف ان هو كمان رجع سنه لورا عشان يغير حياته. ماري ماي هازبند واحد من المسلسلات اللي مكتوبه بعنايه شديده. التحولات اللي في الاحداث والتغير اللي في الشخصيات كلها منطقيه ومعموله بخيط رفيع جدا ما بين المبالغه وما بين المصداقيه.